السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. نبدأ كلامنا بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلاة تنفك بها الكرب وتنحل بها العقد وتكون شفيعة لنا يوم القيامة. صحيت من النوم في يوم الأجازة اللي احنا فيه ده متأخرة، وكان عندي حاجات كتير هعملها. كنت عايزة أعمل للولاد غدا محترم كده في اليوم ده، بس كنت موصية واحدة معرفة على جبنة قريش، جبنه فلاحي، وقلت لازم الحق اروح اجيبها قبل ما تديها لاي حد تاني. هما بيحبوا يبيعوها صبحه، ما بيحبوش يقعدوها عندهم، وانا بحب اخدها صبحه. فمشيت بقى الطريق الطويل بتاعي ده كله، طبعا هو مشوار، بس طبعا الهون المشوار الجو الروعه اللي انا ماشيه فيه ده. الشمس طالعه والجو جميل، في نسمه هوا خفيفه كده. والجو حلو قوي مع الزرع الاخضر، شايفين السماء زرقاء، اللي هو المنظر يا جماعه. انا بحب عيشه الارياف وبحب الجو بتاع الارياف، بحبه بحره ببرده بكل حاجه فيه. الجو فعلا كان روعه جدا، وانا ماشيه مستمتعه قوي قوي. فضلت ماشيه على مهلي، المشوار بعيد على ما اوصل للمكان اللي انا هجيب منه الجبنه. اليوم اللي ببقى عارفه ان انا رايحه فيه اجيب فيه الجبنه، ببقى مبسوطه قوي، سواء في البرد سواء في الحر. في كل الاحوال انا ببقى مبسوطه ان انا بمشي المشوار ده في وسط الزرع والجو جميل قوي. فكنت خلاص قربت اوصل، هجيب الجبنه بقى واروح علشان الحق اعمل الغدا، لان احنا كنا الكلام ده كله كان بعد الظهر. الجو كان روعه جدا. جبت شويه خضار كده في السريع، ما لقيتش كل الحاجات اللي انا عايزاها، لان قلت لكم كنا بعد الظهر. جبت بطاطس وبرتقان ويوستفندي وفلفل، كنت عايزه اعمل فلفل اخلله، ما لقيتش غير نص كيلو، تعبان شويه مش حلو قوي، بس قلت ماشي امشي الحال. شايفين الجبنه وجمالها بميتها والله يا جماعه، وصبحه وزي الفل. عشان كده انا بروح اجيبها، ما بتاخرش عليها ابدا.